الله يحفظكم. أيام مباركة عليكم. أهلا وسهلا أستاذ كرار. أنتم حاليا تشاهدون دير مربهنام الشهيد في محافظة نينوى، قضاء الحمدانية، ناحية النمرود، قرية الخضر والبساطلية. هو هذا دير لو كنيسة، وشنو الفرق بينهم؟ الدير يختلف عن الكنيسة. دائما الدير يكون في مكان منعزل، لأن الرهبان اللي يعيشون بينه أو الأشخاص اللي يكرسون نفسهم لخدمة هذا المكان حتى يكون علاقته مع الله عز وجل، للصلاة، للصوم، لخدمة الزوار، لخدمة المكان. الكنيسة تكون رعية، يعني الناس المؤمنين بسهولة يذهبون إليها وتكون قريبة من مكان سكناهم أو بسهولة الوصول إليها. فلما نشوف الدير يكون إما على جبل، تل، مكان منعزل عن الناس. احنا خلينا نجي على الأساسيات. أنت قس لو راهب؟ أنا قس، يعني أو احنا نسمي أب. الراهب هو شخص، يعني أنا تقريبا أعيش حياة الراهب لأنه كرس نفسي لله. الراهب يكون يعيش ضمن جماعة بالعادة، يعني إما مجموعة أخوة مع بعض حتى يخدمون المكان، أو مثل وضعي أنا وحدي، يعني في المكان أخدم هذا المكان المقدس. فسر لي معنى أنه تكون تعيش حياتك مخلصة إلى الله. هذا اختيار. كل إنسان عنده توجه بالحياة. أكو يعني عنده كلها رسالة، وكلها رسالات مهمة. تأسيس عائلة هي رسالة. الخدمة في مجال معين، مثلا بعض الوظائف تحتاج شخص يغيب مثلا عن عائلته لفترة طويلة، أكو يسافر فترة طويلة. بعض التجار كانوا يروحون إلى مكانات بعيدة فترة طويلة. إحنا بالنسبة لنا الصلاة والصوم والحياة، الخدمة في سبيل نمجد اسم الخالق. هو اكو اشياء انت لازم تسويها قبل لا تاخذ مرتبة القس؟ تدرس، تختبر نفسك، يكون عندك مثلا إرشاد روحي، تقرأ، تطلع، وتكون عندك قرار واضح سليم في اختياراتك لهذا المكان. يعني دراسة مثلا درست أكثر من 7 سنوات حتى أخذ قرار في سبيل أنه أتنشأ، مثل ما نقول تنشئة، حتى يصل إلى واحد قراره النهائي حتى يكمل هالمسيرة. وممكن إنسان مثلا يحس نفسه مثلا ما بإمكانه أنه يكمل، ممكن ينسحب. يعني أنت تختار لنفسك أن تكون راهب وقس لو أكو فئة من المجتمع؟ أكيد بأشخاص مثل ما نقول يعني أعلى مرتبة إذا صح التعبير، أو يكونوا مرشدين، هم يميزون معك، يخلوك تميز طريقك. أنت شوف توجهك مثل ما شخص تروح علينا حتى يقابل مثلا، على سبيل المثال اشرح شوية للمشاهدين بشكل أبسط، لوظيفة معينة، يقولوا له أنت مثلا ما أشوفك مثلا ناجح بمجال معين، يمكن تروح مجال تجارة، ممكن يقول لك مجال آخر يمكن يكون أفضل لك. توجهاتك يمكن أنت مكتبية، توجهاتك أنت عملية، وهكذا. فإحنا بالنسبة لنا نختبر كل هالفترة ونشوف نفسنا مع المرشدين اللي يكونون معنا حتى نختار هذا الطريق. هو عادة يعني ما تكفي الرغبة فقط وحده، ما معناته أنت ترغب في شيء إنه تحصل عليه. هو أقصد كطقوس، أنت حتى تكون راهب أو قس لازم تختار عزلة. الصمت جزء من حياة الإنسان ربنا خلقه كائن اجتماعي، وبنفس الوقت يحتاج هالصمت، هالعزلة، هالإصغاء لكلمة ربنا. هذا فد علاقة روحية بين الإنسان وبين الخالق، فيخلينه يميز هالأشياء مع قراءات، مع رياضات روحية نسميها، حتى الإنسان خلال هالمسيرة ويشوف أي طريق يطيق يكمل بينه مسيرته. هو المعروف يعني بالمجتمع أن القس والراهب حتى ما يتزوج. نعم. ليش؟ لا، مو كل القسان. احنا كشرقيين تكون مخير، تحب تختار تأسيس عائلة وتكمل خدمتك، أو يعني العائلة ممكن تأخذ جزء من وقتك في سبيل تكمل الرسالة، فأنت تأخذ أنت هذاك الوقت تشوف إمكانيتك مثلا الجسدية، الفكرية، النفسية، كل هالأشياء حتى تكمل مسيرتك بها. أنت شنو اللي خلاك تحب هذا الطريق وتروح له؟ يعني لازم تشوف من الطفولة كل الأشياء اللي تمر بها أنت، مع الذكريات، مع المواقف اللي تمر بها، حتى تكون شخصيتك وتصقلها حتى تكون أنت أمام هالمسيرة. دائما كنا نسأل مثلا هالسؤال نجاوب بشكل خاص، يعني لقربنا من الخالق، محبتنا لكلمة ربنا، حتى نخدم الناس، حتى نحب هالخدمة وأنا فرحان بها. هذا أهم شيء. علامة النجاح لأي مهنة ولأي خدمة هي الإنجاز، بس إحنا العلامة الأساسية هي الفرح. أنا أقصد قبل لا تروح لهذا الخط، نعم، جتك إشارة من الله بالحلم أو بالواقع؟ كل واحد يختلف، بس أنا أكيد كان أكو كثير إشارات. شنو هي الإشارة؟ كثير مرات ما كنت مثلا ألتقي بأشخاص يتكلمون مثلا عن فد حادثة معينة أو فد نص بالكتاب المقدس مثلا، كان هذا الشيء يثير مثل ما نقول العواطف عندي، يعني إما دمع عيوني أو أشعر بنوع من القشعريرة إذا صح التعبير، يعني أحتز من الداخل.
يعني قاعد احس انه هذا المكان انا ضروري اتعرف عليه اكثر، فبديت بالفعل يعني ابدي اقرا اكثر، اطلع، اسال، استفسر، وهكذا شفتوا انه بالفعل هذا المكان يغذيني، يعطيني فرح، يعطيني سعاده، رغم التعب. يعني اكيد التعامل مع الناس ما في شيء هين، ما معناته انه الطريق هو سهل او مريح. ليس طريقي سهلا يسيرا وليس مليئا بالورود، لكن بالنتيجه اللي يريد صعود القمم لازم تعرف انت، يعني لازم يتحمل كل المشقات والصعوبات حتى يشوف نشوة القمم ويكون فرحان بالشيء اللي حققه، مو هو وإنما بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. والله نقدر نوصل له بالقلب لو بالعقل. احنا دائما نقول العقل والإيمان جناحان نصل بهما إلى الله. العقل والإيمان، لذلك القلب والعقل احنا اثنيناتهم وسائل الله خلقنا حتى نستخدم كل حواسنا، كل جسدنا نمجد به ربنا. زين، بهاي العزله اللي اتخذتها حتى تكون راهب، فكرتك عن الوجود، ليش الانسان موجود بهذا العالم؟ احنا بالعاده نقول مثل ما ربنا خلقنا حتى ننمو ونكثر ونملا الارض ونخدمها. انمو واكثروا واملأوا الارض واخدموها. هل يكون عندي مسؤوليه في خدمتي؟ هاي الرساله اللي ربنا يوجهها لنا. فالنمو هو هل انه تنطي خدمه للاخر، تنمينه اكثر وتفيده اكثر. املأوا الارض انه انت مو بالضروره انه فقط بالخلفه، يعني ممكن ناس كثار، يعني مثل وقت ابونا نوح يعني كانت الارض كثيره بس كان الشر كثير ايضا، فلذلك يمكن صار الطوفان. يعني هذا الشيء اللي نقراه بالكتب المقدسه. لكن بالنتيجه انه ربنا انطانا علامه بالسماء انه ازرع وازرع خير، وذاك الوقت تشوف تقول للناس حضور الله في حياتنا ايش قد جميل وايش قد جيد. لكن اللي يبتعد عن ربنا هو أكيد راح يعمل الشر، واللي يقترب من كلمة الله الخالق عز وجل راح يعمل من أجل الخير ومن أجل الديمومة ومن أجل النمو. اقتباس أو جملة من الإنجيل الأقرب لك دائما تردده كثير، يعني صعب تختار شغلة واحدة معينة، لأنه في لكل مقام، ما نقول لكل مقام مقال بالضبط. فلذلك بكل حالة أذكر آية، يعني لما أنا بالنسبة لي أختار شعار لا تخف فأنا معك، تحس أنه ربنا يسندك، تشجع أنا معك. أيضا لا بالقوة ولا بالقدرة لكن بروحي، يعني روح الله هو دائما يسندنا في حياتنا بالكتاب المقدس بالعهد القديم. وأيضا مثلا فرح الرب هو قوتكم من العهد القديم صفنيا. أيضا ذكر دائما هالعبارة: شعبي ارتكب شرين تركوني أنا ينبوع الماء الحية وحفروا لهم آبارا مشققة. تركنا الينبوع الحي لما إنسان واحد يبتعد عن الله ويحفر بير، لكن هذا البير مشقق، يعني المياه تروح من عنده. فلذلك يحتاج الإنسان يرجع لله، الصلاح، الحقيقة، الحي، حتى تنهل من عنده وتنطي أنت بعدين هاي الحياة. وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وشلون واحد يعرف نفسه؟ أنت ظلت طول حياتك تبحث، لأن الإنسان كائن ما بسهولة أنت تعرف ذاتك. سقراط في معبد دلفي كان يقرأ عبارة اعرف نفسك. اعرف نفسك. لذلك هذا السؤال دائما يومي. يعني يمكن هسه أنا أحكي لك عن شيء، بعد 5 سنين يمكن تختلف أو ما تختلف العفو، تنضج أكثر الفكرة. قبل 10 سنين يمكن تختلف الفكرة أكثر. فالإنسان ممكن في عمر 40 يتكلم بطريقة معينة، في 50 يصير عنده خبرة أكثر. الظروف اللي يصير عنده يمكن تكون أزمات، يمكن تكون حروب، فقدان شخص عزيز على قلبه، كل هاي الأشياء ممكن تأثر على مسيرته حتى يعرف نفسه. لكن بالنتيجة هو غذاء يوم بعد يوم حتى واحد الإنسان ينضج أكثر فأكثر. اعطيني مفهوم الألم بالنسبة لك. مفهوم الألم أنه لا أنت تبحث عن الألم، لكن إذا أصابك مصيبة أو أصابك ألم، شلون تطلب من ربنا العون حتى تجتاز هذا الألم. أبعد عني هذه كأس الألم، لكن لا كإرادتي لكن كإرادتك. تخلي مشيئة ربنا هي اللي تتحكم أو تنطيك ما هو خير لك، لأنه ربنا خلق ما هو صالح وما هو أفضل للإنسان. لما يصير أكو صعوبة، شلون تتقرب من ربنا أكثر حتى يعني الإنسان اللي يعرف ربنا دائما حتى في عز الأزمات راح يطيق يتجاوز هالصعوبات، يسمع شيء ويرى شيء آخر. هالرؤية يمكن تكون رؤية إلهية صوفية أو رؤية خاصة تعطى لإنسان يشوفها بهالبصيرة، ويمكن إنسان آخر ما يشوفها وما يعرف عمق هالعلاقة. فالألم موجود في الحياة، الشقاء موجود، الصعوبات موجودة، الحروب موجودة، الأخطار، الأمراض، الموت، كل هالأشياء تخلي الإنسان يتألم. لكن بالنتيجة لما
تكون عندك تواصل، علاقة مع ربنا الخالق المحب للبشر، هذاك الوقت تخف نظرتك للأشياء وتشوفها بشكل أوضح وأفضل. انت اكيد انسان معاصر وتعرف قراءة التاريخ وعايش الحياة الواقعية، يشوف اكو تيه عند الشباب، عند صح. البنات، صحيح. اللي يضيع طريق وين يلقاه؟ طرق ربنا كثيرة مم. ووسائل ربنا واسعة. مم. ما تكلم مع شخص وقال هذا الطريق، هو أكيد إحنا بنقول هذا الطريق والحق والحياة مو، لكن أنت بالنتيجة هذا الطريق بينه وقفات، يمكن على طريق أكو ينابيع، يمكن غابات، يمكن صحراء، يمكن وجود ناس، عزلة، صمت، طريق صخري، طريق رملي، تزرع، تجيك طيور السماء تاكل منها الطيور، يسقط على الصخر بعد فترة ينبت ويموت. في أرض خيرة خصبة ينطيك 30 و60 و100، أنت بالنتيجة تستمر فيها الحياة. لكن السير في الحياة هو بحد ذاته وجدان جزء من الهدف. أما الناس اللي يعيش على الهامش أو يخلي الآخرين هم يسيرونه، الإنسان مخير وليس مسير. لما يعني مثل ما تفضلت اكو حزن والم كثير، لانه يحسون اكو هسه اكو كثير كلام على العالم، صارت قريه صغيره، لكن اكو نوع من التوهان، اكو نوع من الانشغال بامور ليست لها قيمه، او مضيعه وقت. شلون تكسب وقت؟ اعطيك مثل بسيط. يحكوا عن سيد وسيده اغنياء جدا، عندهم طفل صغير في البيت، حاولوا يشتروا له فد لعبة أو ما شابه، يعني يكرمونه بها لنجاح أو كذا، أو يتلهى بها. فذهبوا إلى بائع الهدايا، قالوا له إحنا ناس أغنياء ومستعدين ندفع أي مبلغ تريدوا، عندنا طفل هالقد عمره، هالقد سنه، ذكاؤه كذا كذا، متفوق بالدراسة، نحتاج لما نغيب على البيت حتى يكون عنده هالمكان يفرحوا. اعتذر البائع وقال لهم آسف، نحن لا نبيع أهل، ما نبيع أبو أم، انه ابنكم بحاجه لكم مو بحاجه الى لعبه. لانه الطفل لما يشعر انه والده يتواصل معه بالنظر، يتواصل معه مثلا يحضن ابنه، يربط على كتفه، يجلس معه، يتشارك معه الافكار، هذاك الوقت التواصل يزرع في قلب وعقل ووجدان هالطفل، ولما يكبر يحس انه هو الدفء العائله. شنو معنى الدفء العائله؟ هو بيت مكيف؟ لا اكيد. دفء العائله هو التواصل. الله خلقنا حتى نتواصل مع بعضنا مو نقول حتى لتعارفوا. فلذلك التواصل مهم. ايضا يمكن راح تسال سؤال حضرتك يمكن جاء على بالك، انه شلون واحد يعتزل ويتواصل. طيب. هكذا الناس، احكي لك على نشوء الرهبنه في مصر. كان بالبدايه الناس مثلا ابونا انطونيوس، مقاريوس، باخوميوس، اكو منهم عاشوا وحدهم، الناس بدوا يروحون انطيني كلمه حكمه، يجلس يعني لساعات طويله، ممكن الراهب يكون مشغول في صلاه او في عمل معين، يجلس مع هذا الانسان يسمع منه. لما يسمع، هو الانسان اللي ألقى همه على الرب، وأيضا على أمام هذا الشيخ الوقور الحكيم، فوجد كلمة تنعشه. الراهب ما حكى كثير بس أصغى. وأنا داسين لك على الأصغاء من يخلون شباك، هذا التواصل. ما شايفين قد يكون بالسيرة عافية ما يطلعون مرات بعض الأشياء، وهنا حتى يؤخذ أنه هو طبيب نفسي للناس مو بس. أهنيك. فرويد لما كثير من الناس أكيد ينتقد، سيغموند فرويد لما اكتشف هالطريقة في مثلا نقول العلاج النفسي أو التحليل النفسي، شلون من خلال مريض أو مريضة يتكلم معها فرويد، يتكلم الطبيب مع البيشن الحالة، وما ينطي مجال للمريضة تحكي، الحالة تحكي. بعد فترة هاي الحالة صرخت بأعلى صوتها، رجاء اسمعني. احنا مرات ما لما يصير يسمونه معذرة حوار طرشان لما اثنين يحكون سوا. فرجع لنفسه هالطبيب وقال، أو هالعالم، يقول أنا دائما أتكلم، أعتبر نفسي أعطي راشيتات علاجات يعني، أو حكم أو نصائح أو أسأل بس ما أسمع، ما أصغي كثيرا. فلما قال وجدتها، كأنه وجد ظلته. ما يعرف الكنيسة من زمان تعمل هالطريقة، أخذتها من الرهبان وبدت بها بالفعل تسمع بدون أن أخدش هالشخص، يمكن يحكي شغلة خاصة، فلذلك ما يشوفوا. ليش هوني؟ لأنه هذا يسمونه اعتراف خاص. لما يكون إرشاد تحتاج يكون أكو تواصل بالنظر، بمسافة معينة، بكلام معين، بنبرة معينة، مكان خاص.
فلذلك لما فرويد يقول اكتشفت في الطريقه للعلاج مثل ما نقول السريري الكلينيك مالته العياده، يسمع للمرضى. لذلك الطبيب النفسي يسمع اكثر مما يحكي. ما يعرف الرهبان كانوا اكتشفوها من زمان. خبره الرهبان هي خبره عميقه جدا، ما هي لانه هي خبره روحيه وانسانيه واجتماعيه في نفس الوقت. فلذلك مرات الرهبان يعتزلون، الناس تجي وراهم. بس امر الطاعه اذا اقتضى الامر انه يرجعون للرعايه، مثلا ينطي وعظه، ينطي خطبه، ينطي كرازه، ينطي تعليم، يجون يكون امر الطاعه. انا بدي اسالك بكل صدق، هو الراهب يعتزل الناس لان الناس ممكن تلهي عن طريقه؟ راح اقول لك هل سؤال مالتك بتكمله ايضا. ما احد يعني ينسب لنفسه انه انا اصير راهب حبيس او معتزل او عايش في صومعه، لانه لازم يعيش مع اخوته اقل شيء 20 سنه. هذا الشيء مثلا كنت سمعتم كلكم في لبنان قديس شربل مخلوف. قديس شربل معروف جدا في لبنان، يعني شهرته طبقت الآفاق. ما اعتزل وعاش في محبسة صغيرة إذا ما كان عاش مع أخوته الرهبان. وبعدين قالوا له أنت بالفعل مثل ما شغلت هسه حضرت، يعني شيء بالشيء يذكر. ذكرنا قبل شوية أنه أنا في اختصاص معين أكو من يساعدني حتى أمشي طريقي. فلذلك لما يعيش هالحياة بس بعيد الدير في مناسبات معينة، يطلبوا من عنده يرجع يكون موجود مع أخوته الرهبان وبعدين يكمل حياته. اليوم شلون يشوف الناس؟ أكو نوع من الأقنعة مرات يلبسوها بعض الناس، لكن قدام ربنا كل شيء مكشوف. وأكو ناس عندهم هالميزة، يعرف الناس، يعرف الفراسة، ما سميها الفراسة بلغتنا، معرفة الأمور الباطنية من ظواهرها. من تشوف شخص تعرف شكو في داخله، لكن ما باستطاعة الإنسان أن يلج عمق هالإنسان أو يكتشف مكنوناته وأسراره بسهولة. يعني هذا الشيء مو فد شيء، يعني هي موهبة من ربنا، يعني ما بسهولة. ما كل الإنسان أعطيت لهم أن يعرفوا مفاتيح هذا البشر وهذا الإنسان كائن عظيم جدا. احنا من دخلنا شفنا قبلنا ناس دخلوا ويعني حكوا كلام ما سمعناه، كان يحشون. قصدك اللغة؟ اللغة ايه؟ اكو ناس يتكلمون السورث او اللي هي السريانية المحكية. احنا هون كثير لهجات، يعني يقول لك لهجة سريانية، كلدانية، اشورية، هاي لهجات. لكن في كل منطقة اكو لهجة باللغة. يعني اكو كتابة مثل ما شفت بعض الكتابات، يعني السطرنجيلية اللي هي السرياني والكلداني تقرانوا سوا يعني بدون حركات، او يستخدمون اللهجة السورث اللي هي لهجة سامية يعني من المنطقة، مستخدمة في بلاد الشام وفي هالمنطقة، وأيضا يعني تصل أكيد ماردين، هالمكانات، أطراف إيران، هالمكانات يعني تركيا حاليا، هالمنطقة كلها كانوا يتكلمون بهاللهجات. احنا نسميها لغة المسيح اللي يتكلم بها بلهجات مختلفة. يعني أقصد أن الإنجيل دي يقولون لغة المسيح يتكلم بها اللغة. هم ايش قالوا؟ يعني مثلا يقول لك شلامة ليخو، سلام لكم، شلامة سلام ليخو لكم. لا أقصد المناجات، احنا مثلا معروفة مناجات مثلا. بلى هم كانوا يقولون مناجات أشياء من الإنجيل. ممكن يصلي، ممكن يطلب آية. بالعادة الإنسان اللي يصلي ممكن تحفظ، وممكن أنت الشيء اللي في قلبك ناجينه مثل ما تفضل. يعني حضرتك لما تكتب شيء ممكن تستعير قول لشخص معين، أو يعني تقرأ آية أو ما شابه إلى آخره. يعني باسم الأب والابن. هاي أنا أقصد هذا اللي بلى هاي صلوات التقصية. يعني شلون عندك بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، هاي بداية الصلاة. شلون عندكم البسملة؟ بسم الله. أنا أحس جبتك بها انطباع صوفي. شلون يعني تحكي الأشياء برمزية عالية وبها خيال خصب جدا. ايش حافظ من الصوفية؟ شوف أنا خلينا نعيد بذاكرتك شوية. صراحة أنا ابن البلد يعني، فمعجب بالحلاج صراحة. ايش يقول الحلاج؟ يعني هالقول كثير عنده روائع يعني. كلنا نقولها. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست قوم أحدثهم إلا ووجدت حديثك بين جلاسي، ولا هممت إلى كأس لأشربه إلا وجدت خيالا منك في الكأس. أو أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا. يعني كثير يعني الصوفية عند الحلاج. عندنا رابعة العدوية أيضا اللي تقول في قولة معذرة يعني لا عبدت الله لا طمعا بالنعيم ولا خوفا من الجحيم بل حبا بك. قول رائع جدا ل يعني رابعة العدوية الصوفية الكبيرة. فكثير من الصوفية العربي ما ندخل الشيخ العارفين كثير يعني كثير اكو متصوفين رائعين من الرومي وكذا. من عرف نفسه فقد عرف ربه. نعم.
فكثير اكو اقوال ويعني روائع يعني من المتصوفين. فيعني احنا بالنتيجه شو رايك بالمتصوفين؟ شوف، نرجع نقول كل انسان عنده طريقه يشوف فيها ربنا. اكيد اكو من يكفر هالمتصوفين، اكو من ما يفهم طريقه الديانة ابن المسيحية. جنيد وغير. نعم. الديانه المسيحيه شلون نشوفها؟ المسيحيه فيها متصوفين، مثل عندنا تريزا الافيليه، يوحنا الصليب، يوحنا السلمي. هالاسماء يعني كثير من الاباء عندهم يعني مثل ما نقول وجود وتقدير كبير في الكنيسه. اغلبهم يكون رهبان من ضمنهم الرهبانيه الكرمليه اللي عاشوا في جبل الكرمل في شرقنا اكيد يعني، معروفين تجاه النبي ايليا اللي يسمونه مثلا هسه في بغداد يقول لك خضر الياس ايليا. احنا هون حتى نفس الحاله، الدير يسمونه دير الخضر بالمناسبة. ونعرف الخضر هو ليس نبي ولكن شخص صالح عنده مقدر جدا وعنده كثير من الكرامات والأعاجيب. وحتى عند اليزيد اخوتنا اليزيدين يجون دائما يحجون للدير ويسمونه خضر الياس. فبالمسيحية اكيد عنده تقدير كبير للمتصوفين المسيحيين يعني اكيد. بس انا مثل ما نقول هذا الشيء تعرفت عليه من خلال مطالعاتي، ومعجب وقدر كثير يعني. كان استاذ محمد الشيبي يعني احد الاشخاص اللي وثقوا هالمتصوفين الله يرحمه يعني. فكثير يعني ضروري واحد يتعرف على هالثقافات والافكار والمبادئ والقيم اللي يعني اغنونا بها هالناس يعني. بالنتيجه الانسان لازم يتعرف قدر الامكان. اختبروا كل شيء وتمسكوا بالحسن. انا ارسلك على عفوا ارسلك على شخصيه هي من ذكرنا الصوفيه موجوده والمسيحيه موجوده وبالاسلام موجوده، اللي هو علي بن ابي طالب. نعم. سيدنا علي بن ابي طالب يعني من الاشخاص اللي يعني كتاباته لا تعد ولا تحصى. لكن بالانسانيه هاي مثل ما نقول القول الشهير انه البشر اما يكون اخ لك في الخلق او شريك لك في الانسانيه. هذا القول رائع جدا. ولذلك احنا مثل ما نقول كل انسان يعرف طريق ربنا ويزرع الخير والسلام والمحبه ويستشهد ويموت من اجل الحق، اكيد يكون عنده تاثير ومكانه كبيره في قلوب المريدين والمحبين له. شلون تشوف الحياه بعد 100 عام؟ 100 عام من العزله يعني. الماركيز. ايه، هي الماركيز. ما ممكن، احنا ما نقرا الغيب. ما ممكن الانسان يشوف الناس وين رايحه بصراحه. شوف، دائما اكو كبوات واكو صحوات. الكبوه لكل لسان هفوه ولكل جواد كبوه. فلذلك يمكن هسه في مثل ما نشوف اكو ناس عندهم لا مبالاه، اكو ناس ايضا متمسكين وقمه في الاخلاق. كل اعلام، كل دوله، كل حكومه، كل جماعه تعرف تربي، وكل عائله تعرف تهتم بتربيه اولادها ما عليها خوف. لكن كل مجتمع يعني يشجع على الانحلال او يبعد عن الطريق الصحيح، اكيد راح تشوف اكو ناس يثورون ويرجعون يعني ينادون بشعلة الحق والخير، واكو ناس ايضا يعني يحتاج لهم فتره طويله حتى يصير عندهم هالاستناره او الصحوه. فلذلك ما ممكن الانسان يعني لست قارئا لغدا، لكن اعيش يومي هاليوم. نقرا علامات الازمنه، لكن ما حد يعرف انه اذا المستقبل يعني مشرق او نصف غائم او شبه غائم، لانه ماكو شيء اسمه ظلام كامل ولا اسمه نور مشرق دائما. حتى في يعني مثل ما نقول يوتوبيا، المدينه الفاضله اللي كانوا يريدون الناس يدعون عليها، الرسام احمد خالد توفيق، او حتى افلاطون كان ينادي بالمدينه الخالده. بس مبدئيا كل بشر هو يعيش رسالته، ممكن يكون شاهد لحقيقه، شاهد لخير، وممكن يكون بصيص او مشكاة ضوء. واهم شيء ما يلعن النور بالظلام باطفاء هذه الشمعه. فاذا استطعنا ان نوقد شمعه، استطعنا ان نحرق بخورا، نزرع يعني خير، هذاك الوقت راح تحصده عاجلا ام اجلا. لكن بوجود كثير ردات فعل وابتعاد، استشف انه راح يكون اكو عوده افضل. يعني عندي هالرجاء احنا نسميها، نرجو ما هو افضل دائما. يعني مثل ما هسه كان اكو ثوره موجوده بالغرب وصار بها نوع من العدوى السلبيه في بلداننا، الهبس وغيره وكذا.
ما يعرفون شو يسوون. بعدين تشوفهم كلهم يمكن ابتعدوا عن هالخط ورجعوا صاروا مثل ملتزمين ومحافظين أكثر. ليس هي راديكالي أو محافظ، قد ما أنه في كل وقت وزمان أكو ناس يساري ويميني إذا صح التعبير بلغة السياسة، لكن بالنتيجة الطرق موجودة. أكو ناس يصير عندهم هالاستنارة حتى يكمل المسيرة. فلذلك دائما نتأمل خير وربنا موجود ربنا دائما وابدا. انا اريد اسالك سؤال الاخير، ما اريد افقع عزيزي عليك. اهلا وسهلا. الناس هسه عندها في اكو فوضى بالمجتمع وانت تنعزل. اثناء عزلتك انا عاده اسال، بس اختم انه اريد ضيفي يعطيني سؤال ما الاقي له جواب. فانت اطلق لنا سؤال ببالك ما الاقي له جواب اثناء عزلتك. عندما تنعزل شنو اللي يخطر ببالك سؤال ما الاقي له جواب بالحياه بالوجود؟ هل تتغذى من الصمت؟ راح اقرا السؤال من انزل الحلقه اظل يحتاج لصمت هذا السؤال. حسيت من سالت اكو حسره. ذكرني باسحاق النينوي. اسحاق النينوي قديس كبير، كان يعيش في الخليج العربي. كان يقول: احبب الصمت اكثر من اي شيء اخر، فالصمت يقربك من الثمر الذي يعجز اللسان عن وصفه، فلا تدري أي مقدار من النور يشرق فيك. فأنا لست معتزلا ولا منعزلا ولا أرغب بالعزلة. أنا الناس حولي، وإن اخترت المكان فأنا بالنسبة لي إرادة إلهية، لأن الناس حولي. فإذا كنت تريد أن تختلي لا تنسى أن الناس حولك بقربك يأخذون منك وتأخذ منهم. تتغذى من حنينهم إلى المكان وأنت ترى في عينيهم وفي مقلتيهم روح المكان الذي يعكس في عينيهم. أنا حسيت دا تخاطب نفسك الطفل، وحسيت أنت تخاطب شك واحد مهضوم بالدنيا بصراحة. ما أدري حسيته إلى هذا الكلام وصلته في حرم الجمال جمال. شكرا على وقتك. اهلا وسهلا، شرفنا عزيزي، وعلى ضيافتك بصراحه. اهلا وسهلا. حسينا يعني اللحظه ما انه المكان مكاننا بصراحه. اهلا وسهلا بيتكم. حسينا نعرفك من سنين عزيزي، وهي هاي فعلا الدربه والعزله تخلي الانسان بهالقيمه هاي. شكرا على كل شيء. على راسي، تشرفتم. ان شاء الله بيتكم، اهلا وسهلا بكم. نلتقيك على خير، وان طابت لكم فعاودوا. شو اسم هالكنيسه؟ دير مربحنام الشهيد بالموصل. زوروها، الانسان الطيب. على راسي. زوروا. شكرا جزيلا. عزيز كرر. اهلا وسهلا.